السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. كل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان ان شاء الله. ما عادش الا حاجة بسيطة ان شاء الله ويجينا رمضان. كل سنة وانتم بألف خير، وان شاء الله يجي رمضان وانتم لا فاقدين ولا مفقودين، وبألف خير وصحة يا رب العالمين. طبعا أنا جايبة شوية إسدالات كده، يا رب تحوز إعجابكم. كلها أجمل من بعضها زي ما انتوا شايفين. بتميل للذوق الخليجي أكتر، يعني يمكن إحنا عندنا الذوق بتاعنا مختلف شوية، لكن الذوق ده راقي معلش يعني. أنا بحس إن فيه رقي ومتكلف أكتر، فده له ناسه يعني، برضه هي أذواق. ده له ناسه، وبرضو الموديلات اللي بنقدمها البسيطة شوية دي برضو لها ناسها. الذوق ده جميل جدا. و... وطبعا يعني زي ما قلنا هي أذواق، لكن رمضان هو مش محتاج مننا غير إن إحنا نهتم بلبسنا، إن يكون فضفاض كسيدات وبنات، إن يكون ساترنا. ده على مدار السنة مش رمضان بس هي زي ما بنقول يعني ايه، بنكثف جهودنا بقى في رمضان ويعني نهتم شوية زيادة برضو. الاهتمام بالصلاة ده أهم حاجة. لو صمتي ما صلتيش أو مش فاضية أو كسلتي وانت قاعدة بتتابعي ال7000 مسلسل اللي موجودين في التلفزيون وعلى القنوات، هتضيعي صلاتك وهتضيعي معاها صيامك والأجر خلاص. فخلي بالكم، عايزين نخلي بالنا من كل حاجة، من أعمالنا وتصرفاتنا وأوضاعنا، كلامنا على بعض اللي ملوش أي داعي ولا لازمة. ما شاء الله بقينا يعني عباقرة كده، وتحس إن إحنا علامة قوي في تلبيس التهم لبعض. بقينا بنختار لبعض وبنتصيد الأخطاء. نسينا الحاجة اللي إحنا ربنا خلقنا عشانها، السعي في الحياة، طاعة ربنا أولا، تنفيذ أوامر الدين وسبحانه وتعالى، أوامر ربنا. نسينا حاجات كتيرة جنب إيه الدنيا اللي أخدانا. طيب رمضان فرصة حلوة يا ولاد، تعالوا بقى نرجع تاني، نحط إيه نقطة من أول السطر، ونبتدي نحاول بالقدر المستطاع إن إحنا إيه، نشوف إيه اللي يتعمل علشان نرجع لصوابنا، لديننا. ربنا يبارك لنا إزاي في حياتنا. خلوا بالكم، كل شيء بتعملوه محسوب عليكم وهتدفعوا ثمنه، الديان لا يموت. افعل ما شئت فكما تدين تدان. تلبيس التهم والحاجات اللي بتحصل في اليوتيوب دي كلها حرام وذنوب، وربنا مش بيسيب. وربنا يجعلها سنة خير عليكم، وكل سنة وانتم طيبين.